يثير ضجة في أكاديمية ريال مدريد. تشعر جماهير ريال مدريد بالتفاؤل حيال المستقبل بعد اكتشاف عدد من المواهب الكروية في صفوف أكاديمية الفريق، ومن بينهم صبي رائع يبلغ من العمر 14 عاما، وهو ابن إحدى أساطير النادي. ذكرت صحيفة آس إسبانيا أن إنزو ألفيس، الابن الأكبر لظهير أيسر ريال مدريد السابق البرازيلي مارسيلو، يثير ضجة في ديبياس، وجذب ألفيس الأنظار إلى مهارته الكبيرة وأهدافه الغزيرة. 105 أهداف في أول 100 مباراة له مع الفريق. قد وصفته صفيحة ماركا في الماضي بأنه آلة تسجيل أهداف. وبالنظر لموهبته ولياقته البدنية العالية، تم ترقية اللاعب لفئتين فوق فئته لينضم لفريق الشباب تحت 18 عاما في نهاية هذا الأسبوع، حيث سيتنافس مع خصوم يبلغون من العمر 16 و 17 عاما. ولد ألفيس في مدريد في سبتمبر أيلول عام 2009. رغم أن والديه برازيليان، فإن الشاب اختار حتى الآن تمثيل إسبانيا على المستوى الدولي مع منتخب تحت 15 عاما. هذا الشبل من ذاك الأسد أمضى مارسيلو 15 موسما ونصفا مع ريال مدريد بعد وصوله من فلومينيسي البرازيلي كمراهق غير معروف في يناير كانون الثاني 2007. خاض مارسيلو 546 مباراة، وهو اللاعب الأكثر تتويجا في تاريخ النادي بحصده 25 لقبا، منها 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا. كان الظهير البرازيلي قائدا للملكي في عامه الأخير قبل الانتقال إلى أولمبياكوس بطل الدوري اليوناني لكرة القدم. بعد رحيله عن أولمبياكوس عاد مارسيلو 36 عاما إلى فريق الأم فلومينيسي في صفقة انتقال